جالي مرة مريض وقال لي يا دكتور، هو ليه ناس كتير بيبقى عندها دايما حساسية في أسنانها ودايما بيحسوا بألم بسيط كده في أسنانهم مع أي حاجة سخنة أو ساقعة يشربوها أو ياكلوها؟ ده طبعا سؤال مهم. مش تعرف إجابته؟ كمل معايا الفيديو للآخر. الإحساس ده اسمه حساسية الأسنان، وناس كتير جدا بتفتكر إن هو حاجة بسيطة أو عادية، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دليل على مشكلة كبيرة جدا أنت هتعاني منها قدام. حساسية السنة بتحصل لما طبقة مينا الأسنان اللي بتحمي السنة تبقى ضعيفة أو تتآكل. وقتها الأعصاب بقى اللي جوه السنة نفسها بتبدأ تتحسس أو تحس بسهولة وتتعرض بسهولة لأي حاجة ساقعة أو سخنة تلمس السنة من بره. تعالوا أقول لكم على أشهر أسباب مشكلة حساسية الأسنان. أول حاجة تنظيف الأسنان بعنف أو بفرشة ناشفة. تاني سبب إن يكون السنة نفسها فيها تسوس على سطحها أو من الجنب لكن مش باين قوي. تالت سبب تآكل في طبقة المينا بسبب الحمضيات أو المشروبات الغازية. رابع سبب انحسار اللثة بسبب الجير أو التهابات اللثة، وبالتالي جدر السنة بقى عريان فبقى حساس جدا لأي حاجة ساقعة أو سخنة. خامس سبب بعد جلسة تبييض الأسنان، وده بيكون بشكل مؤقت وبيختفي بعد كده مع الوقت، مفيش أي مشكلة. طب نعمل إيه؟ أول حاجة كشف بسيط نعرف فيه سبب المشكلة الحقيقي، وممكن ندهن طبقة فلورايد على المينا بتاعت الأسنان علشان نقويها وندعمها ونخليها بتحمي الأسنان أكتر من كده. وبننصح دايما بمعجون للأسنان الحساسة، وفي حالات معينة بنعالج فيها اللثة أو بنغطي الجذور بتاعت السنة اللي بقت عريانة. فلو بتحس بألم مع أي أكل أو شرب ما تستناش، تعال نعرف السبب ونرجع الإحساس الطبيعي لأسنانك ومن غير أي وجع. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.